ما يصحش ابدا ان يبقى عندي كل الخامات الطبيعيه دي وتضعها من المحافظه بدون قيمه مضافه. لابد ان نعمل عمليه يعني مرحلتين على قد ما اقدر. مرحلتين دي بيخلوا، تخيلوا مثلا لو برميل البترول ده ب $100 مجرد تكريره بس المية دي تبقى 200 و300 و400. ادخله بقى في بتروكيماويات يبقى ما اعرفش حاجه ثانيه خالص. انما عفوا يعني يعني اسف في التعبير، الانسان اللي بيبدد ثرواته ويولدها كماده خام، ده في الحقيقه جريمه في حق الوطن. ايه؟ جريمه في حق الوطن، ما ينفعش. واحنا عندنا حاجات كتيره جدا بقى يعني تقدر ندخل نطبق عليها الكلام ده. يعني في الحقيقه يعني كانت اللي هو ساعه لما نتكلم عن المحاجم والمناجم والرخام وانواع والصدف والصله، وعندي كام طن بيطلع وكام طن بيطلع وكام طن بيطلع، خلاص تبقى لي في وقتها. انت بتقول كم للمحافظه من الاف الاطنان؟ ولا حاجه. يا فرحتي يا فرحتي الناس يعني عمال كل ثرواتنا لصالح مين بقى ان شاء الله؟ لصالح واحد ناس بقوا مليار في الارض. تيجي تقول له حط ايدك ابني مدرسه ولا اعمل خط ميه ولا مش عارف تعمل كلام، يقول لك منين؟ وقت بتاع المحجر فاتي بكده. ده هو بياخد المحجر الرصاص ويحضر بالدين. طبعا مش عارف. ده اول حاجه يعملها. انا طبعا يا فندم طبعا. فهنا دي حاجات كلها يعني انا مش هقول بقى ان الاوان انها تقف. لا الحمد لله زي ما سمعنا من سياده المحافظ لما قال انا وقفت التطبيق على الكلام اي حاجه جديده وقفت. وانا عايز بقى حضرتك مش تقول لهم روحوا المحافظات وتفرجوا، لان نفس اللقطه هتبقى كل المحافظات يروحوا يتعلموا من بعض ازاي. لا هم بيتعلموا يعني لا انا عايز بقى حضرتك يا المحافظ قبل تحط بقى يعني لائحه كده لما هم المحافظات الثانيه اللي يجوا عند حضرتك هنا وياخدوا منها. انت حط بقى شروطك على جديد وحضرتك تشتغل على جديد، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني هيوفقك ان شاء الله هتسابك على خير وانسان مخلص وانا متاكد ان وسائل الاعلام اللي معانا دلوقتي على كل التنوع الكتير، وانا دايما بركز على وسائل الاعلام. انا بتاع اعلام، انا مش بتاع ومؤمن يعني الى زي الفوق تتخيل، وما نقدرش نشتغل بدون طبعا. دول عنا دول عنا وبنحنا التاني. الباشا اول قاعد جنبي راح خبطت بشويه صور وانا لسه بتكلم على الوعد، فقلت له انت عايز تتكلم على المستوى استراتيجي ولا تعبان ولا تكتيكي؟ عايز تتكلم على زي ما بنقول كده الانطلاقه في البحر الاحمر، ولا عايز تتكلم على البلاعه والحفره؟ عايز تتكلم على البلاعه والحفره نتكلم، عايز تتكلم فالراجل بصراحه اقتنع بالكلام. وانا الكلام ده نفذته النهارده. عارف يا فندم، عارف وصورت سيادتك في شارع الكهف برضه. عارف وفي الفلوس اللي جت من التنميه المحليه هنكتب شارع عشان خاطر ربنا يخليك يا فندم عشان خاطر البلد. برضه حضرتك مساله التعليم يعني انا ما بفرحش كتير في الحقيقه لما يجي واحد يعمل لي مدرسه خاصه عشان ولادي يروحوا الجامعه. كل دول العالم اللي فاهم التعليم كويس لا يزيد عن 30% من الاولاد اللي بيروحوا الجامعه. 75% بيحتاج التعليم الفني. بس التعليم الفني وقتها تعليم فني راضي بيطلع عليه وظيفه مرتبه له زي الفل، يقول لك اروح اعمل ايه؟ وبتتخيلوا بقى الترقيات في المكان بتاعه مش يفضل طول عمره فني ما يبقاش ان شاء الله راضي بعد كده يبقى رئيس مجلس اداره الشركه. وفي سمعه طيبه للتعليم الفني ودي برضه وسائل الاعلام بتلعب دور فيها وتعمل ندوات في الاعلام وفي الراديو وفي الاذاعه المحليه عشان ثقافه المجتمع تجاه التعليم الفني تتغير. لان برضه الولاد عنده مشكله في الحقيقه يعني انا راجل فني وبدات حياتي فني، انا عامل في شركه الحديد والصلب حلوان وده شرف ليا وبعتز بيه وانا محاضر ومحاضر حاجات انا بعتز بكده. بس يعني لابد ان احنا الحوادث النفسيه والاشتباكات الاجتماعيه اللي موجوده في المجتمع لابد انها تتغير اذا كنا عايزين. النظر متغير. هذا الصرح العملاق اصبح عقود البشع على طبعا كنا بنحكي مجال الشرطه مجال الولاء الناس الهوائي حاجات يتم لها. انا ارجو بقى الصناعه او ادوات تشتغل انك تعمل تجاره لهذا الحديث والصوت معروف
لان حضرتك هتشوف انا حضرتك على ايه خلاص عندك انا في مع انا عايز اسال التعليم لما اجي افتح مدرسه ما اقرأش ان واحد تاني يقول لي عندي تعليم خاص عشان ده بيزنس لا انا عايز اقول له احنا مثلا عندنا البحر فيه يخوت وفيه صيد وفيه دايفنج وفيه يبقى انا عايز مدرسه متخصصه في الانشطه دي، مدرسه متخصصه في كل الانشطه دي الصناعات المغذيه للنشاط. وداخل السياحه بقى صناعه، مش مجرد ان واحد قاعد على البلاش يعني يعمل كده في شعر اللي جنبه، لا يبقى وقتها عندي صناعات كتيره كده. اللي جنبه يعني يا فندم هو مين اللي جنبه؟ هو مين يعني؟ هو مين؟ هنروح بعد النهار ولا نشوف اللي جنبه. فيبقى عندي التعليم المتخصص طبقا للميزه النسبيه بتاع المحافظه. ايه الانشطه اللي تنفع عندي؟ ممكن جدا انا اعمل نشاط مدرسه تجاري، مدرسه لكل الصناعات المغذيه مثلا الغرف بتاع القرى السياحيه لصناعه الدخول، حاجات الشبكه الحاجات دي كلها. واحد تاني عنده نشاط زراعي فيعمل مدرسه زراعي، ما يعملش حياه فندقيه وما عندوش نشاط فندقي او سياحي ولا كذا. يعني المساله الحقيقه الصناعات بقى المكمله. انا لما بتكلم هنا عندي يعني سيف اللي هو عرض وقال 200 وحاجه و40 منشاه سياحيه. المنشآت السياحيه دي بتعمل بنايات وبتعمل سراير وبتعمل الحاجات المأكولات والمعجونات والمخبوزات والخضروات، حاجات كتير جدا. ايه الداعي ان انا انقل الكلام ده من على بعد ما اعرفش كام؟ اللي اقدر اعمل مش بالضروره اعمل كل حاجه ومش هقدر اعمل كل حاجه، بس على الاقل الشيء اللي انا اقدر اصنعه هنا صناعات المغذيه دي ايوه يبقى لازم اعمله هنا. اللي اقدر اصنعه هنا، اللي ما اقدرش خلاص بقى هجيبه من المحافظه اللي جنبي هستورده من بره، ده موضوع تاني. بس على الاقل ما يصحش ان يبقى عندي فرصه لشيء انا اقدر اعمله في المكان ده وما اعملوش. طبعا زي ما تفضل زميلنا الكريم لما قال صناعات البترول والبدل والخوذ والجوانتيات والكلام ده كله طبيعي لازم يتعمل عندي من المياه، يعني مش عبقريه ولا محتاجه تكنولوجيات عاليه ولا ابدا، حاجات كلها بسيطه للغايه. المساله تفهم الاستثمار وازاي اسهله. في دول كتير من الدول العربيه كمان، مش هتكلم في اوروبا ولا في الدول العربيه. بيجي مستثمر اذا كان منشن على مشروع بعيد ونشاط معين هو يجيله، بيجي سياده المحافظ انا عايز اعمل النشاط ده. سياده المحافظ يقول والله ده مش داخل عندي في الخطه التنمويه بتاعت المحافظه، لكن انا عندي انشطه اخرى، ايه رايك؟ اتفضل ادي ملف 2 3 4 10 بتختار من دول. تختار واحد جاي عايز يعمل مثلا زي ما حولنا مصر لشيبسي وبيبسي ولبان وبقى دوله ميزانيه الاسره رايحه كلها على الحاجات اللي هي الولاد يستهلكوها وتضر صحتهم وارجع ثمنها انا بعد كده بيطلع الولد هش عنده هشاشه عظام وما بياكلش وعنده سوء تغذيه وعنده بسبب الصناعات اللي احنا وفرناها عندنا، وبقى الدوله سيبنا بقى الصناعات بتاعتنا الاساسيه. يبقى انا عندي المستثمر اللي يجي اشوف يبقى يلاقي مخطط تنموي موجود فيستثمر بشكل مخطط. وفي نفس الوقت انا شفت في تونس مثلا المستثمر يجي بعد الثوره تونس؟ لا والله قبل الثوره تونس عندها مستوى تعليمي. ايام ما كانت الجامعه ممنوع. ما ينفعش. الجامعه ممنوع والجواز ممنوع برضه اصلا. كانت بتاع شكل كده. نعم؟ بتاع شكل كده. جوازك تطلع لي تعرف ايه؟ فهو اخر حاجه بقى بالي عشان الولد العجل بتاع الولد جاء. فالمستثمر بيدخل مع عليه بس انه يقدم طلب ويبنى شويه حاجات ويقول له تعالى لي مثلا بعد يوم، علشان في واحد يقول تعالى بعد يوم او يومين او ثلاثه انا ما كنتش قبل اسبوع بتبقى المساله منتهيه. المكان ده بقى كله جايب له بتاع التأكيدات وبتاع الضرايب وبتاع الميه وبتاع الكهرباء وبتاع كل الجهات اللي هو هيتعامل معاه في مكان واحد.
سوسه طبعا سوسه تعاصير الرفاه بقول لك انا فقد كنت بستشعرها حين ايه فقدت هناك ده احنا بس بنسوي اللي بنسوي نعم بنسوي اللي بنسوي يعني احنا بنسوي الغزاء جاهز وعندنا كده الساحل الشمالي ده كله هم الثلاث شكل السوسه دي البلد القديمه الشعر فيها والسوسه بقى الفنادق كله شرط الناس اقدر عمليات حاجات اللي هي ولا حاجه احنا بقى بنسوي ايه كل ما نعمل اعلان نعمل برضه اللي بتسوي تمام المليارات اللي الغابات الخرسانيه دي بنسويها انا عشان اضمن برضه بعض الزملاء كانت بتتكلم عشان اطمنهم بلدنا سعيده جدا وجميله جدا وثرواتنا واهم ما في ثروات هذا البلد هو الثروه البشر وده انا الحقيقه نفسي بقى كل مره يبقى عندنا الاستثمار في البشر اللي احنا هنعمله علشان ننمي التجاره البشريه بتاع شبابنا وبناتنا علشان هم دول في حاجات كتير جدا مش محتاجين نبدا فيها كلها. وزاره الكهرباء مثلا عندها الاطلس بتاع الرياح بكل تنوعات تصدع قرارنا دي احسن من العالم صحيح في عندنا اقصى الشمس الثروه المعدنيه نفس الشيء موجود يعني مش لسه هنعمله ده موجود وكل ده بس كل ده في الارض ما كانش فيه الاراده السياسيه اللي تشتغل في الثروه المعدنيه وتعظم الحق التحديد. الحمد لله الاراده السياسيه مش موجوده معانا. الشيء حاجه ثانيه مساله الحفارات، الحفارات اخوانا بتوع الرسول اللي يتابعوا اكتر مني في موضوع الحفارات وازاي الحفارات ده ثمنه قد ايه وبيتكلف قد ايه واداره الدخول ازاي بيتاجر بالساعه مش باليوم ولا بالشهر بيتاجر بالساعه. لكن احنا عندنا في السخنه الشركه الصينيه اللي بتشتغل في المعدات بتاعت يعني لان المساله برضه الصناعه مكلفه في الاخر انا الحقيقه عايز أكرر شكري للسيد المحافظ على هذا اللقاء وأقول إنه اللجنة في نهاية الزيارة بتعمل تأشيرة بكل الإيجابيات اللي موجودة بكل المشكلات اللي موجودة بكل المقترحات اللي موجودة. في أشياء المحافظة تقدر تغطيها بشكل محلي نقول له يلا ربنا يوفقكم. في أشياء محتاجة دعم مركزي أرجو بس تبعت لنا طبعا لا أرجو هذه مش نسخة لا التدريب بيعاد يا فندم في المشاركة مع حضرتك بحيث المشكلات اللي احنا محتاجين لا أرجو بس علشان احنا بقول كده يا فندم عشان المشكلات اللي محتاجة فينا اتصال مركزي مع أي جهة ازاي بقى المصارفة تمام انا بقى بتكلم على ده هي بس انا عايز اوصل لك في حاجه مش مشكله ضياع انا اعرف حاجه مين بيلعب في الشارع